أسئلة كتير جوا دماغي، هو أنا مين وإمتى فين؟ والحل دايما إني أهرب من الدوشة دي واختفي. بس لقيت إن الهروب أوقات كتير بيكون صحيح. بس لقيت إن الهروب أوقات كتير بيكون صحيح. لما باجي أهرب في حضنك وأتدفى فيه واحتمي. لما باجي أهرب في حضنك وأتدفى فيه واحتمي. عايز اسالك سؤال كده، هو انت لما بتيجي كلمه ديناميت في دماغك ايه اول انطباع بيبقى جواك؟ غير لو ده سندوتش فول على فلافل على بطاطس، مش ده اللي قصدي عليه، بس لما بتيجي كلمه ديناميت في دماغك بتفكر في ايه؟ هل بيبقى جواك حرب، انفجار، فرقعه، ولا جواك سلام ورفاهيه؟ عشان نحاول نفكر في كلمه ديناميت دي عايز اقول لكم القصه بتاع الديناميت دي. سنه 1867 اخترع ألفريد نوبل الديناميت، وكان كل اللي جواه انه يخترعه علشان كان في جبال ما بين الناس، ما كانش ساعتها في القطوره، ما كانش في ساعتها بنيه تحتيه من طرق ومواصلات وانفاق، فكان عايز يسهل المواصلات وكان عايز يسهل الدنيا دي، فبدأ يخترع حاجه تكسر السدود. بس مع الوقت الديناميت ده الناس بدأت تستخدمه في الحرب وتستخدمه في القتل وتستخدمه في الدمار. بدأت تتحول هنا المشكلة أو الحاجة اللي كان مخترعها ألفريد نوبل علشان تسهل الحياة، بدأت للدمار والتحويل للدوت للخراب الإنسانية أكتر من رفاهية الإنسانية. فلو هرجع تاني وأسأل هل الديناميت حلو ولا وحش؟ أنت إيه رأيك؟ هتفكر فيها إزاي؟ غالبا الديناميت في حد ذاته مش حلو أو وحش لوحده، ولكن طريقه استخدامنا ليه هي اللي بتتحدد. عشان احيان كتير لما يبقى معاك ديناميت تحس ان انت اللي جامد، فانت بتفرقع الناس وتدمر الناس. وهو ده اللي هنتكلم عليه النهارده في السوشيال ميديا. لما بتكلم على السوشيال ميديا مش قصدي اتكلم انها حاجه وحشه او انها حاجه حلوه، لكن هي حاجه ماده خام، هي ماده مش ايجابيه ومش سلبيه، ولكن ازاي احنا بنستخدمها وازاي هي بتستخدمنا. من هنا انا بتحرك انه محتاج تبص استخدامك للسوشيال ميديا عامل ازاي، والوسائل التواصل الاجتماعي علشان هي بتأثر فيك ازاي، هي داخله فيك ازاي، هل هي حته ايجابيه ولا هي حته سلبيه. عندنا بعض الاحصائيات اللي بتقول ان وسائل التواصل الاجتماعي وصلت لجزء انه تبقى هي حاجه مش لاستخدامها الاصلي للتواصل، ولكن كمان وصلت لانها تبقى للدمار. وصلت انه جابوا حوالي 200 شخص شباب في اوضه وقعدوا معاهم، وبعد كده سحبوا منهم الموبايلات لمدة وقت. وصلت ان نسبة 94% ان هم كانوا عندهم ذعر ومتضايقين وغضبانين ان هم مش معاهم موبايلاتهم. وبعد كده بدأوا يدوا الناس موبايلات وناس لا، فبدأت ان توصل ان نسبة 84% من الناس دي غضبانة وغيرانة ان في ناس معاهم موبايلات وناس مش معاهم موبايلات. طبعا لو حكيت علينا احنا، انت لو اديت لواحد صاحبك موبايلك علشان يتفرج على فيديو او حاجه، وبعد ما يخلص الموبايل تقول له هات خلاص انت خلصت الموبايل، انا ما اقدرش اعيش من غير الموبايل وقت. وبعد كده بدا الناس انه يتاخد منهم الموبايل اكتر واكتر واكتر، وصلت للناس بيحصل لهم خوف وان هم حاسين انه فين موبايلاتهم، بنسبه كبيره قوي وصلت لغايه نسبه 74% مش قادرين يعيشوا من غير موبايلات، وده كان بالنسبه لهم صعب جدا. واخر حاجه كانوا بيتحركوا فيها انه في ناس كتير قوي لما ادوا لهم موبايلاتهم بقت بيحصل لهم حاجه اسمها فانتوم فايبريشن. يعني ايه الحته دي؟ انك كل شويه تمسك موبايلك عشان تشوف الموبايل اهتز ولا لا، وصلت لك نوتيفيكيشن ولا لا، وصلت لك رساله ولا لا. اخر وقت لاحظت نفسي وانا بسوق العربيه كتير في حتت زحمه وفي حتت دوشه وفي حتت فاضيه، انا كل شويه بخبط الموبايل خبطتين عشان اشوف حد كلمني ولا لا. وتحس انك كل شويه انت عايز تبقى بتتواصل مع الناس، عايز انه في حاجه بتقول لك انه انا محتاج اشوف الموبايل دلوقتي. وهي دي الفكره، انه انت متخيل انه الموبايل بيتكلم معاك، او انت متخيل انه في تخيل انه في مسج وصلت لك، في رساله وصلت لك، وانت كل شويه ايه بتدور عليها.
مش بس الاحصائيات بتاعت الناس اللي بره هي اللي بتقول كده، لكن لو انت بتستخدم السوشيال ميديا انها تغير مودك، انك تبقى قاعد زهقان فتبتدي تعمل تبتدي تتفرج وتقلب وتتفرج على الشيف براك وهو بيعمل اكلات فظيعه رهيبه. لو انت بتضيع بس وقتك عشان تغير مودك وعشان تستمتع بس، فغالبا انت في حته من استخدام السوشيال ميديا الخطر. لو انت بتستخدم السوشيال ميديا كمان انها تديك احساس انك مميز وانك جامد وانك دايما بتدور على اللايكات وبتدور على انك تبان حلو وتزود فلتر وتبان مختلف وتبان ترندي وتبان، لو الحاجات دي هي اللي بتخليك تتحرك، فغالبا انت محتاج تسأل نفسك اسئلة ليها علاقة بالسوشيال ميديا. لو لقيت كمان انه استخدامك ليها بيزيد عن الوقت الطبيعي، وانها بتيجي على اكلك وبتيجي على شربك وبتيجي على علاقاتك في البيت وبتيجي على مذاكرتك، فبرضه محتاج تفكر. لو كمان بتزود جواك صراع انك تحس انك بعد ما اتفرجت عليها وبعد ما خدت وقت كتير قوي انه هو ايه اللي بعمله دوت، انا مش عارف، عدى عليا وقت اني ببقى قاعد قدام، يعني بصحى من النوم امسك الموبايل اقعد اقلب 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 الاقي ساعتين ثلاثه ضاعوا، بحس بتأنيب ضمير قوي بعديها ان ايه الوقت اللي ضاع ده كله على حاجه انا ما فهمتش انا بعمل ايه اللي بتفرج عليه. فلو الاعراض دي عندك، لو الصراع عندك، لو حاسس ان انت بتضيع وقت او حاسس ان انت مميز من على السوشيال ميديا وبتاخد الحاجات دي منها، فغالبا مش ده الاستخدام الطبيعي اللي اتخلق علشانه واتعمل علشانه السوشيال ميديا. فغالبا استخدامنا للسوشيال ميديا كانت زي الديناميت، ما بقاش للرفاهيه وما بقاش للتواصل وما بقاش للبنى العلاقات الصعبه، ولكن بيستخدم في حتت خطر. ومن هنا احنا عايزين نفكر ونسال بعض شويه اسئله. اسال نفسك كده، هو ايه الحاجه العاديه اللي حواليك اللي مش بتخليك انت، او مش بتخليك حقيقي، او مش بتخليك نور وملح للناس اللي حواليك؟ كنت بسال السؤال دوت لناس شباب حواليا، وكان واحد بيقول لي كده: الجو ما يسمحش اني ابقى يعني مختلف، الجو ما يسمحش، كل الناس بتعمل حاجه معينه، ايه اللي يخليني مختلف؟ وهو ده بالظبط اللي الكتاب بيقوله، ان الحرب اللي ما بيننا مش مع دم ولحم، بل مع رياسات ومع سلاطين، مع ولاة الظهر على ظلمة هذا العالم. العركة والحرب مش مع بشر، ولكن مع الثقافة اللي سايدة، مع الجو اللي حوالينا. ومن اكتر حاجات بتخلق الجو دوت هي السوشيال ميديا. في جملة بتقول كده انك لو عايز تخلق شباب وتغير شباب، ما تكتب لهمش دستور، ولكن اكتب اغاني. كمية الاغاني اللي بنتفرج عليها وموجودة حوالينا اللي بتشكل دماغنا وافكارنا عاملة ازاي؟ اغاني زي مشاعر تشاور، اهم حاجة في حياتك هي المشاعر، او ما فيش صاحب يتصاحب، شوية اغاني وشوية حاجات ليها تفاصيل بتدي مبادئ، ده اللي احنا عايشين فيه. والسؤال انه قد ايه ده بيأثر فيك. وهنا الحرب، وعشان نفهم مع بعض قصة الحرب دي وقصة الثقافة وقصة الجو، هحكي لكم قصة قديمة قوي قوي، ان في ملك زمان احتل بلد واخد منها سبي كتير قوي، اخد منها بشر كتير قوي، ونبقى متخيلين ان هياخد السبي دول هياخد الناس دي ويعذبهم ويضربهم وعشان يسيطر عليهم. ولكن اللي بنكتشف في القصة انه ما عملش كده خالص. انه لما اخد الفتيان دول واخد الشباب دول واخد الناس الشاطرة دي، في دانيال 1 من عدد 4 بيتكلم القصة كده، انه اخذ فتيانا لا عيب فيهم، حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة، عارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك. دول الشباب اللي السبي كان بياخدهم، الشباب الشاطر اللي بيفهم، الجميل، القوي. السبي كان بيعمل ايه؟ كان بيعلمهم شوية حاجات عادية، فيعلمهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه. ده اللي السبي بيعمله، انه علمهم أدب، علمهم أغاني، علمهم ثقافة عادية، ان هم ما بيعملوش حاجة، هم بيتعلموا حاجات جديدة. هو عايز مش بس يغيرك، مش عايز يغير حاجة، عايز يغيرك من جوه، يغير اللي حواليك، اللي يغير المدخلات اللي بتخش لك، عشان هو عارف كويس قوي انك هتنسى
البلد اللي انت جاي منها، هتنسى هويتك الاصليه، هتنسى كل حاجه، لكن هتتعلم الثقافه بتاعتنا، هتتعلم اللغه، هتتعلم العادي بتاعنا، هتتعلم الادب بتاعنا، هتتعلم انه احلى حاجه هو اللي انت تبقى جميل، انك تبقى عندك لايكات كتير، انك هتبقى الفلوس، انك معاك قرش هتسوي قرش. ده اللي عايز يعلمه عشان ينسيهم هم مين اصلا. ومش بس كده، ده كان عايز يخلق جواهم عاده انه ياكلهم كل يوم، كل يوم بياكلهم من قطايب الملك. مش حاجات غلط في حد ذاتها قطايب الملك يعني، بس كانت بالنسبه للناس دي انه لا، مش ده اللي عايز اعمله. تلاقي دانيال اكيد واصحابه حواليه كانوا بيقولوا انه ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما ده العادي. بس كان السبي عايز ياكلهم كل يوم بعاده معينه، علشان يقول لهم ده اللي هيشبعكم، ده اللي هيبسطكم، ده الكويس. بس مش ده الحقيقي اللي كان بيشبعهم. واخر حاجه كان كمان بيعملها السبي انه بيغير اساميهم، بيغير اسمه، يعني بيغير هويته. اسم دانيال معناه انه الله القاضي، اسم حنان يعني الله الحنان. لما بيبتدي يغيرهم لاسامي تانية، شدرخ وميشخ وعبد ناغو، دي اسامي ناس بتعبد آلهة زي نبو واخ، آلهة تانية. فانت بتعبد مين؟ انت بتعبد الاله الله، ولا بتعبد الثقافة اللي سايدة حوالينا، زي ثقافة الجمال، ثقافة اللايكات، ثقافة الفلوس؟ هو عايز يغيرك من انك تبقى هويتك ده لهوية حاجة تانية خالص. ودي اللي الثقافة بتعمله، وده اللي حوالينا بيعمله. فيبان دلوقتي ان اللي كان بيعمله السبي واللي كانت بتعمله الثقافة انه مش غلط. ايه المشكلة يعني لما يعلمهم حاجة جديدة، لما ياكلهم اكل كل يوم مختلف، لما يغير اساميهم؟ ايه الغلط في ده؟ ما انا مش بعمل حاجة غلط. وارجعك تاني لفكرة الديناميت. هو في حد ذاته مش غلط، ولكن استخدامك ليه ازاي؟ بتستخدمه ازاي؟ وعشان تفهم اللي انا بقوله، اسأل نفسك السؤالين دول. ايه الحاجات اللي كنت زمان ما تتخيلش ابدا انك تعملها ولقيت نفسك بتعملها دلوقتي؟ يعني عمري ما كنت اتخيل اني اشرب سجاير في يوم من الايام، عمري ما كنت اتخيل اني هعمل حاجه الفلانيه في يوم من الايام، اني بس لقيت نفسي بعملها دلوقتي. تاني سؤال عايزك تساله، انه اسال نفسك انه ايه الحاجه اللي من جوايا مش عايز اعملها بس بعملها عشان ده العادي، ده اللي حواليا. انا مش عايز اتنمر على الناس ومش عايز اتريق عليهم، بس القعده لازم نتنمر على بعض، لازم نحط على بعض عشان نشوف مين الجامد فينا. ده اللي بيحصل حوالينا. السؤالين دول هم معناهم الجو، ده اللي احنا المفروض نقف قدامه ونصارع قدامه. وعشان اشرح الحته دي اكتر وعشان نفهمها، قدامنا دلوقتي صورتين لحديقتين. في حديقه نظيفه مهندمه جميله، وفي حديقه مليانه حشائش وزباله ومش كويسه ونظيفه. وعايزك تسال نفسك كده سؤال، هو مين اللي عامل كده في الحديقتين دول؟ مين اللي خلى الحديقه دي كويسه، ومين اللي مين اللي عمل كده؟ مين اللي رمى زباله؟ والسؤال الثاني، مين المسؤول عن كده؟ مين المسؤول عن الحديقه دي، ومين المسؤول عن الحديقه دي؟ المسؤول عن الحديقه هو صاحب الحديقه، لكن غالبا اللي عامل دوت مش هو صاحب الحديقه في الاثنين. ففي الحديقه الكويسه المسؤول هو اللي عمل كده، فهو اللي جاب حد ينظف الحديقه ويحط البذر ده في الحته الفلانيه ويحط هنا سور ويبني. لكن الحديقه اللي مش نظيفه المسؤول عنها ما عملش حاجه، فكان اي حد بيرمي اي حاجه يعلمهم، اي حاجه يعلمهم. وكأن دانيال والفتية كانوا شبه الناس المسؤولة عن الحديقة بتاعتهم، عن عقلهم، عن دماغهم، ان ايه اللي هيخش وايه اللي مش هيخش. انا هحافظ على السور بتاع دماغي، انا هبني وهعرف ايه البذرة اللي بتتحط وايه الفكرة اللي بتتحط. لكن الشخص المسؤول عن الحديقة التانية، واكيد باقي الناس اللي كانت في السبي، صباح الفل، اسوار الحديقه مفتوحه، اي حد يرمي اي حاجه، اي حد يعلمني اي حاجه. مش بفكر ومش بشوف البذره اللي اترمت دي هتبقى شجره، دي المكان ده اللي انا عايزه ولا مش عايزه، التعليم ده انا عايزه ولا مش عايزه، القعده دي انا عايزها مش عايزها، الفيديو ده هيخليني ابص على ايه بعد كده،
وعشان تبقى مسؤول عن الحديقه بتاعتك، عن دماغك، عن افكارك، انت محتاج تهرب، تاخد شويه خطوات وتتحرك فيهم علشان تعرف ايه اللي بيخش لك وايه اللي مش بيخش لك. بفكر كده في فكره انه كلمه اهرب يعني اسكيب بالانجليزي، فهنفكر في كام كلمه فيهم كده. ناخد من حرف الاي كلمه اكزامن، اختبر. انت محتاج تختبر كل فكره بتجيلك من خلال السوشيال ميديا. الكتاب المقدس بيقول كده في فيليب 4: كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو صيته حسن، كل ما هو سر. دي الحاجات اللي انت محتاج تفكر فيها. هل دي طريقه الاختبار والفلاتر اللي احنا بنعدي بيها اللي بنتفرج عليه، ولا بنعدي على اي حاجه؟ كل ما هو جامد، كل ما هو ترند ومشهور، كل ما هو مثير، هو ده اللي بنتفرج عليه، هو ده اللي بنعمله. تاني حاجه حرف الاس، set boundaries، يعني حط حدود. دانيال كده: واما دانيال فجعل في قلبه الا يتنجس بأطايب الملك. هو حط حدود انه مش هيعمل اللي الناس بتقول عليه عادي. انا حاطط حدود لنفسي اني لو كل الناس بتتفرج على شويه فيديوهات انا مش هتفرج عليها. انا احط حدود اني مش هخش الموبايل اوضتي لما اجي انام. انا احط حدود انه اول ساعه واول ساعتين في يومي انا مش همسك الموبايل، الاقي الوقت بيعدي ويمر وخلاص. انا محتاج احط حدود لاستخدامي للسوشيال ميديا علشان ابقى انا اللي بستخدمها للي عايز اعمله، مش هي اللي بتستخدمني وهي اللي بترمي جوايا ثقافه وزباله، وابقى زي الحديقه بتاعت اللي ما كانش حد مسؤول عنها، اللي كان مسؤول سايب اي حاجه تترمى. محتاج اعمل حدود للحديقه بتاعتي، لدماغي ولافكاري. تالت حاجه هي كونكت، تتواصل مع الله. احنا محتاجين نتواصل مع الله، نكتشف انه اللي خلى دانيال قادر يحط حدود ويتكتب عليه في الكتاب انه واما دانيال فجعل في قلبه ان لا يتنجس من اطايب الملك، انه في عدد 14 انه قبل قصه جب الاسود انه كان يفتح شباكه ويصلي 3 مرات كعادته. ده اللي بيعمله من زمان قوي. هو بيتواصل مع الله، هو عنده التواصل مع الله، فعارف يحط ايه الحدود، عارف يقول امتى لا او امتى اه. مش نعرف نعمل حاجه بدراعنا. مش هتعرف تحط لنفسك حدود، انا مش هعمل كده ومش هعمل كده. ايه النقطه اللي بتفكر فيها؟ ايه اللي مخليك تعمل دوت او ما تعملوش دوت؟ لو سايب نفسك، لو مالكش، ما انت هتمشي مع المجتمع، ما المجتمع بيقول لك ان ده عادي. لكن اللي كان مخلي دانيال والفتية مختلفين انه كان كعادته قاعد قدام ربنا. رابع حاجه حرف الاي accountability، المحاسبيه. دانيال مع اصحابه الثلاثه كانوا مجموعه بيحاسبوا بعض. مش هتكبر وانت قاعد لوحدك وتقول، لكن انت محتاج اخوك يحاسبك. تقول النهارده انا اتفرجت على حاجات المفروض ما اتفرجش عليها، قعدت النهارده 4 ساعات بضيع وقت. وده الكتاب بيعلمونا ان احنا محتاجين بعض. مش هينفع تبقى لوحدك في الكنيسه، محتاج تبقى في كنيسه وفي جسد يساعدك، يحاسبك. اعترفوا بعضكم من اجل بعض بذلاتكم لكي تشفوا. ده اللي الكتاب بيقوله، انه محتاجين نطلع حتت في اعماق بعض عشان تشفى. احنا محتاجين بعض، محتاجين محاسبيه. اللي قبل الاخيره بوزيتيفيتي، انت محتاج تبقى ايجابي. مش بس ايجابي ومش بقول لك اقطع على الانترنت وما تبقاش متواصل على السوشيال ميديا، لكن ازاي تبقى ليك تاثير ايجابي في السوشيال ميديا. ازاي تعمل فيديوهات بكونتنت محترم انت بتحط فيه من هويتك ومن افكارك، مش بتاكل فيه من هويه وافكار المجتمع. مش عايزك تبقى منفصل على الواقع وما بتقعدش على، لا خالص. بس ازاي يبقى ليك تاثير ايجابي بتقول فيه اللي انت عايزه. حاجه ليها علاقه زي الدحيح مثلا، بتعمل حاجه مؤثره، بتعمل حاجه ايجابيه في الموضوع، مش بس مستقبل ثقافات وبتاكل من اللي حواليك. اخر نقطه هي الانجيجمنت، هو الاندماج في الحياه الحقيقيه. احنا محتاجين نتواصل اكتر في الحياه الحقيقيه، نمسك كتاب،
ما نبقاش حاضرين حفله اهم حاجه ان احنا نصورها. محتاج تقعد مع اصحابك، مش تبقى قاعد مع اصحابك وتروح مطلع الموبايل عشان تعمل ريل ولا ستوري على اي ابلكيشن. انت محتاج تبقى قاعد مستمتع ومندمج في اللي انت بتعمله. الفكره انه الشاشات والموبايلات والتواصل الاجتماعي بيطلع حاجه في المخ كده اسمها الدوبامين بتاعت السعاده، اكتر بكتير قوي من اللي بتطلعه كتاب او قعده مع اصحابك. فعشان كده احنا بقينا بندمن كميه الدوبامين اللي في دماغنا دوت. احنا بندمن ده عشان ده الاسهل، لكن ده بدا يوصل لمرحله من الدمار انه بيخليني مش عارف اتواصل مع الناس اللي حواليا، اللي اصلا كانت السوشيال ميديا مخلوقه ومعموله ومخترعه عشان التواصل. احنا محتاجين نبقى مدركين ان الدوبامين اللي في دماغنا بيطلع بالحياه بصوره اقل، بس ده اللي احنا محتاجينه اكتر وده اللي احنا عايزينه اكتر. اشجعك انك تعمل الست حاجات دول وتدور على بدايل للدوبامين الكتير قوي اللي بيطلع على السوشيال ميديا، بس انك تعيش في حياه حقيقيه وسط كنيسه وسط مجتمع، وانك تقرا كتاب وانك تستمتع. انه ده مش هيخليك مدمن وبتعيش الصراع وبتعيش الاستخدام الزياده لوسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم.